بتبدأ أحداث فيلمنا مع الأم لورا وهي بتزعق لابنها جايب بسبب التدخين، وبتقول له إن المشكلة كلها في أبوك هال اللي قافل على نفسه الباب دايما وبيلعب بالمقتنيات القديمة بتاعته. فبيسمعهم هال وبيدخل يجرب اللعبة الجديدة اللي جابها واللي اسمها اللاعن، وبتقول له اللعبة دي لازم تثبت جدارتك علشان تاخد الجايزة، وبتقول له قدامك كاس معين هتاخده ولا هتتجاهله. فبيبص هال على ازازة الخمرة اللي قدامه وبيشرب اخر شوية فيها وبيحطها مكانها، فبيلاقي الجهاز بيقوله انت اخدتها والكاس دلوقتي فاضي. والاختبار التاني بيقول عايز واحدة تانية ولا تطلع من المكان، فبيكتب ان هو عايز واحدة تانية علشان يتصدم ان بقى فيه ازازة كمان جنبه ومكتوب عليها بصورك. فبيبص هال وما بيلاقيش حاجة، لكن الكلام على ازازة بيتغير وبيقول له خدعتك. وبعدها بيسأله تحب النور مطفي ولا شغال، فبيكتب مطفي. النور فعلا بينطفي في البيت كله وبتشتغل موسيقى غريبة جدا لوحدها، وبتديله اللعبة اختيار اخيرا وبتقول له لسانه ولا ودنها. ولما بيرفض يجاوب بتكتب اللعبة جملة اختار او تموت. وفجأة بيسمع هال صوت عنيف جدا في دماغه، فبيضغط اي حاجة وبيبقى اختياره كلمة لسانه علشان يطلع من الأوضة بتاعته ويلاقي لورا واقفة قدام جايب وقطعت لسانه وبتقول له انها ما تعرفش ازاي ده حصل. فبيتصدم هال من اللي بيشوفه وبتكتب اللعبة ان هو عدى الاختبار الاول ويقدر يرجع بكرة في نفس الميعاد لمزيد من الرعب. وبعد 3 شهور في شركة كازمت بتتنمر المديرة على كارميلا الحامل بسبب كسلها في الشغل، وبتزعق لها كايلا وبتقول لها ما تكلميهاش كده تاني. وبتركب بعدها العجلة بتاعتها وبتروح لبيت صديقها الوحيد ايزاك ويعتبر عبقري البرمجة، وبتلاقيه بيصمم لعبة جديدة وعامل كايلا كبطلة خارقة في اللعبة دي لانه معجب بيها جدا. وبتاخد من عنده جهاز بايظ وبتقوله انها هتقدر تصلحه، وبتلاقي عنده صندوق في لعبة اللاعن واللي مكتوب عليها انها بتدي الفايز 125 ألف دولار. فبيشغلوا الشريط اللي جواها علشان يسمعوا صوت واحد اسمه روبرت انجلاند ملك الرعب، وبيقول له دخل رقم الجايزة علشان تاخدها، وبيطلب منهم ينفقوا المال ده بحرص. فبيقرر كايلا انها تاخد اللعبة معاها البيت وتجربها، وبتقول لايزك يقابلها في الكافيه علشان يقعدوا مع بعض ويجربوها. وبتروح بعدها البيت لأمها الحزينة على موت ابنها الصغير ريكي اللي غرق في حمام السباحة من فترة، لكنها مش قادرة تعيش كويس من بعدها. وبتعترض كايلا وبتقول لها ما ينفعش تفضل عايشة على مخدرات لانس ولازم تعدي المنحة اللي هي فيها دي. لكن الأم ما بتبقاش مركزة في أي حاجة وعلى طول مشغلة صوت ابنها في اللابتوب بتاعه، وبتطلب من كايلا إنها تحط مصيدة كمان في الجدران علشان الفئران اللي بتطلع عليهم. وبعدها كايلا بتقعد تصلح الكمبيوتر وبتنجح في تشغيل لعبة اللاعن، فبتاخد العجلة بتاعتها وبتروح كافيه علشان تستنى ايزك علشان يجربوها سوا. وبتتصل عليه لكنه ما بيردش وبينسى ميعادهم اصلا علشان شغال على اللعبة الجديدة اللي بيعملها. فبتفتح كايلا اللعبة لوحدها وبيبقى اول سؤال هو قهوة ولا كحك، وبتلاقي المنيو بتاع المكان ما فيهوش غير قهوة او كحك فعلا، فبتطلب انها تختار قهوة. وفجأة بتلاقي الويتر واقفة عمالة بتصب ليها القهوة في منظر مرعب جدا. وبعدها المنيو بيتحول لشكله الأساسي وبيبقى فيه أصناف كتيرة جدا، فبتقول لها الويتر انت شكلك مش كويسة، واللعبة بتقول لها نفس الكلام بالظبط. فبتقفل اللابتوب بتاعها على طول، لكن فجأة بتشوف بنت شكلها غريب والمكان كله ضبابي، وبتقول لها البنت لازم تختاري أو تموتي. فبتفتح اللعبة من تاني وبتبقى كاتبة اختاري أو تموتي فعلا. فبتوافق كايلا انها ترتاح شوية، لكنها بتاخد بالها من الويتر عمالة تمسك الكوبايات وتكسرها في الارض بشكل غير واعي. فبتلاقي اللعبة بتخيرها اذا كانت عايزاها تكسر كوبايات تاني ولا تنظف المكان. فبتختار كايلا انها تنظف المكان احسن علشان تتصدم من الويتر اللي بتحط الازاز في بقها غصب عنها وبتاكله، وبقها بيفضل ينزف في دم لكنها ما بتبقاش قادرة توقف. فبتقوم تحاول تلحقها لكنها بتفشل، واللعبة بتكتب انها كسبت في المستوى الاول وترجع تاني يوم في نفس الميعاد. وبتصحى كايلا في البيت عندها وبتسمع الشرطي اللي بره مع امها علشان يحقق في جريمة الانتحار اللي حصلت في الكافيه النهاردة. وبتطلع بعدها من الشقة وبتلاقي لانس واقف علشان يدخل لامها ويديها مخدرات، وبيطلع جواب كان جاي لكايلا من شركة قدمت فيها علشان تكون مبرمجة لكنها رفضتها.
وبتروح لايزك وبتحكي له كل اللي حصل، لكنه ما بيكونش مصدق ان لعبة ممكن تعمل كل ده. وبتروح بعدها الشغل في كزمت، وعند الميعاد بالظبط بتتصل بيها امها وهي بتصرخ وبتقول لها ان الفيران بيهجموا عليها. وفجأة النور بيقطع في المكان، وبتشتغل اللعبة على كمبيوتر الشركة، وبتقول لها ان ده المستوى التاني. وبتسمع امها وهي بتصرخ من الكمبيوتر، وبيبقى ليها مجسم، وبيظهر انها محبوسة جوه اوضة والفار العملاق عايز يهجم عليها. واللعبة بتقول لها اختاري او تموتي، فبتختار ان امها تطلع من الشباك وتنط بسرعة قبل ما الفار يقتلها. وبتكتب اللعبة ارجعي بكرة في نفس الوقت لمزيد من الرعب. فبتروح تزور امها في المستشفى بعد ما اتعورت جامد بسبب النطة دي. ولما بترجع البيت بتلاقيه كله مقلوب، وبتفهم ان الفار كان عملاق فعلا. فبتصور المكان وبتروح توريه لايزك، وبيفضلوا قاعدين سوا لحد ما عاد اللعبة التاني. ولما بيجي الوقت وبتشتغل اللعبة بيحاول ايزك ان هو يتتبع الصوت لكن بيفشل. واللعبة بتقوله انت مساعد مخلص، وبتعرفه كل حاجة بيعملها دلوقتي حالا. فبيفهم ايزك ان الموضوع بجد فعلا، وبيظهر قدامه اختيارين، مساعدة او من غير مساعدة. ولما بيرفض ان هو يجاوب بتسمع قايلة صوت في دماغها عنيف جدا، فبيضغط ايزك على كلمة مساعدة، وبيقوموا هما الاتنين علشان يلاقوا قدامهم بابين ظهروا من العدم، وبيقرروا ان هما يختاروا الباب الاحمر. ولما بيدخلوا بتشوف قايلة اخوها ريكي اللي مات، وبتطلع تجري وراه لحد ما بيوصلوا للمسبح اللي مات، والدخان بيبقى مالي المكان. فبتنزل قايلة ورا اخوها علشان تحاول تنقذه المرة دي، وبينزل وراها ايزك وبيحاول ان هو ينقذها، لان كل ده مجرد وهم في دماغها. ولما بتلاقيه قايلة بتشوف ان مكتوب قدامها اختاري واحد فيهم تنقذيه، والاختيار بيبقى بين ايزك حبيبها وريكي اخوها. فبتختار ايزك، وفجأة بتظهر البنت المرعبة وبتهجم عليها، فبتوقعها قايلة على الارض وبتفضل تخنق فيها لحد ما بتفوق هي وايزك في الأوضة، والبابين بيختفوا تماما. وهنا بيصدق ايزك ان اللعبة شريرة فعلا، واللعبة بتكتب انها جديرة بالجايزة وعدت المستوى الثالث، وتيجي بكرة في نفس الميعاد. فبتفضل قايلة قاعدة عند ايزك وبتقوله ان اللعبة هدفها الاساسي انها تشوفنا بنعاني بعد موضوع ريكي ده، خصوصا ان قايلة كانت مع ريكي في المسبح وغفلت عنه لثواني فغرق ومات قدامها. وبيقدر ايزك يتتبع الصوت بتاع اللعبة، وبيبقى في مكان شمال الولاية، وبيبقى فاضل 10 ساعات على المستوى الجديد. فبيقرروا ان هم يروحوا سوا علشان يكتشفوا سر اللعبة دي، وبيتحركوا سوا وبيوصلوا للمخازن اللي جاي منها الصوت، وبيبقى فاضل 6 ساعات على المستوى الجديد. واول ما بيدخلوا بيسمعوا صوت جاي من جهاز معين، وبيفضلوا يتتبعوه لحد ما بيلاقوه، وبيشغلوا الشريط اللي قدامهم علشان يلاقوا واحد اسمه بيك المبرمج بتاع اللعبة، واللي بيسجل رسالة من 1984 للتجربة الأولى للعبة اللاعن، وجايب واحد يعمل عليه التجربة دي. وبيقول في الفيديو إن اللعبة لعنة فعلا، لكن ممكن تبقى هبة برضه لو عرفت تستغلها كويس، علشان عندها خصائص غريبة بتأثر في الواقع الحقيقي. وبيبدأ اللعبة مع الشخص اللي جايبه، وبيديله أول اختيار وهو ياكل الكمبيوتر ولا ياكل دراعه. فبيستهزئ به الراجل وبيضغط ان هو بياكل دراعه. وهنا انيجو بيعمل جرح في دراعه كبير جدا في نفس الوقت اللي بيقوم فيه الشخص الغريب وبياكل دراعه غصب عنه. وبتشوف قايلة وايزك ان الجرح اللي في دراع انيجو بيختفي بمجرد ما شخص تاني بيعاني. وبعدها بيقول انيجو ان هو عمل خدعة صغيرة علشان لو حد حاول يغش في اللعبة دي. وفجأة ايزك بيتشتت زي الكمبيوتر، وبيدي انيجو اختيار لقايلة وبيقول لها تقدم سريع ولا استرجاع. فبتوافق على التقدم السريع، وبيفضل شريط يخرج ويدخل من بق ايزك وبيجرحه جامد لحد ما بيتوقف وبيقع على الارض. فبتروح قايلة علشان تشوفه، لكنه بينزف جامد وبيموت بين ايديها. وبتلاقي اللعبة بتقول لها لازم دلوقتي تهزم الزعيم، وبتديها احداثيات مكان معين. فبتتحرك بالعربية وهي بتعيط على موت ايزك حبيبها، وبتوصل لبيت كبير قدامها. ولما بتدخل بتلاقي هال وعيلته قدامها، وبيعرفها هال ان هو عمل اتفاق مع اللعبة قصاد ان هو يوقف لاعب هيصنع نسخ كتيرة جدا من لعبة اللاعن. وبيظهر على تليفونه كلمة معركة الزعيم. فبيتضايق هال ان هو الشرير في الاخر، وقايلة هي البطلة. وبتكتب اللعبة الاختيار الاخير وهو كلمة انت ولا هي. فبيفهم هال
ان اللعبة عايزاه يموت كايلا، وبيروح وبيكسر فاز على دماغها، لكن هو اللي بيتعور. وبيفهموا الاتنين ان اللي هيجرح نفسه التاني اللي هيتعرض للمعاناة. وبتجرب كايلا عن طريق انها تجرح ايديها، لكن الجرح بيظهر في ايد هال هو. وبيفضلوا الاتنين كل واحد يضرب في نفسه ويجلد نفسه لحد ما بتاخد لورا المسدس وبتطلع توجهه ناحية كايلا علشان تموت هال، لكنه بياخد منها المسدس وبيقف قدام كايلا وبيحطه في دماغه، ولكن الطلق بيكون خلص. فبيطلع السكينة وبيفضل يجرح وشه لحد ما بيقرب من رقبته وبيعمل فيها قطع صغير. وهنا بيظهر القطع عند كايلا اللي ماسكة تمثال وبتنط بيه في المية علشان يحس هال ان هو مخنوق ومش عارف يتنفس، وبيقع على الارض وهو بينزل مية من بقه لحد ما بيموت غرقان. وبتشكر لورا كايلا على انها انقذتهم من جحيم هال، واللعبة بتقول لكايلا انها جديرة بالجايزة وانها تبقى اللاعب نفسه. وبتجرب الموضوع مع لانس وبتقول له 20,000 دولار في الساعة زي ما طلبت مني. فبيوافق لانس لانه عايز يشقطها، فبتكتب له كايلا بس انا اللي اتحكم في جسمك. وبيوافق لانس وهو مش فاهم اي حاجة علشان تقدر كايلا تتحكم فيه فعلا، وبتخليه يتحرك ناحية حقنة المخدرات بتاعته وبيغرز وشه فيها غصب عنه. وهنا الجروح اللي كانت في وش كايلا بتختفي لانها خلت واحد يعاني مكانها. وبتروح تزور امها وهي فرحانة جدا وبتقول له نفس جملة انيجو، وهي ان اللعنة ممكن تبقى هبة لو عرفت ازاي تتصرف بيها. وبتفتكر ايزك لما حاول يعمل لها شخصية بطلة خارقة، وبتجيلها مكالمة من واحد اسمه بيك وده صاحب شركة كيزنت، وبيقول لها انا مبسوط انك قدرت تعدي اللعبة بتاعتي. وبيسألها مين بقى اللي هيعاني قريب، فبتقول له كايلا كل اللي يستحق المعاناة.